بسم الله الرحمن الرحيم. النهاردة إن شاء الله هناخد تكملة صغيرة لإنشاء جدول ببرنامج الأكسس. كان في حتة صغيرة ما قلناهاش المرة اللي فاتت، هنقولها المرة دي إن شاء الله، وهنبدأ مع بعض على طول. هنفتكر مع بعض إحنا كنا عملنا إيه في الجدول ده. كنا إحنا خدنا 3 جداول: جدول الريزلت، وجدول الستودنتس، وجدول المادة اللي هو subject. طيب دلوقتي احنا لو جينا دلوقتي في جدول الريزلت ده، لو تفتكروا ان احنا كتبنا واحد ده اللي هو رقم الطالب، وهنا رقم المادة، ماشي، وهنا واحد ورقم المادة اللي هي 2. طب لو نفتكر المواد مع بعض كده بسرعة، ده اسم جدول الطلاب، واحد ما هو محمد، واتنين ده اللي هو أحمد، والسبجكت 1 2 3. طيب دلوقتي لو جينا دخلنا على جدول الريزلت ولقينا 1 1 30. طيب هل الطالب اللي اسمه أحمد ده ينفع ياخد المادة دي تاني؟ يعني ينفع يتحط له في الجدول ده المادة دي تاني؟ طب نجرب كده ونشوف هيحصل ايه. 1 1 و20 أو 25 50 أي حاجة كده الجدول قبل. طب الكلام ده صح ولا غلط؟ الكلام ده غلط، مش صح. طيب احنا كنا خدنا المرة اللي فاتت إن احنا خلينا المفتاح الرئيسي ما خليناهوش هنا، وما خليناهوش هنا، وخليناه في ايه، في حاجة اسمها ID. طبعا الاي دي ده كان للتعليم، ان احنا نعمل ID ونخليه اوتو نمبر، بالكم. طيب الصح بتاع الجدول ده ايه بقى؟ اخر حاجة عشان الرقم ده ما يتكررش، هنمسح كده هنا ونقول ايه، وهنيجي هنا على الديزاين ونشيل الاي دي اللي عندنا ده، هنشيل الخانة دي خالص، وهنعمل ايه بقى؟ ديليت. هنيجي هنا على students ID، ونيجي على subject ID، ونعلم عليهم الاتنين كده بالضغط على كنترول، ونعمل ايه، وندوس برايمري كي، نخلي الاتنين مع بعض برايمري كي. طب تعالوا نشوف بقى هيحصل ايه كده. يبقى نسيف. دلوقتي احنا عندنا 1 و1، الجدول فيه الاسم الاولاني اللي هو احمد، والسبجكت المادة التانية اللي هي 1، وريزلت 20. طب هل ينفع الجدول ده ياخد واحد تاني، واحد وواحد تاني؟ هنجرب كده مع بعض. مش هيقبل. ليه بقى؟ لان انا علمت على الاتنين مع بعض، ما ينفعش يتكرروا كده. دي ينفع يتكرر لو لوحده، لكن الاتنين مع بعض ما ينفعش يتكرروا. وهي دي الحالة الصح بتاعتنا اللي احنا عايزينها، ان هما الاتنين ما يتكرروش مع بعض. نفس الكلام ممكن نعمل اكتر من 2 او 3 او اي حاجة زي ما احنا عايزين، ودي مفيدة جدا في الربط بعد كده بين الجداول. وبكده يبقى خلصنا انشاء جدول بالاكسس، وان شاء الله ميعادنا في الدرس الجاي هيبقى انشاء جدول بواسطة قواعد البيانات الداخلية عن طريق اللوكال داتابيز. يا رب الناس تكون استفادت.